السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير وهنا. ان شاء الله النهاردة هنعمل صينية فراخ بالبصل المكرمل. زي ما احنا شايفين كده شكلها بيتكلم عن نفسه. تبارك الرحمن. وكمان الطعم لذيذ لذاذة ما تتوصفش، خطيرة وسهلة وبسيطة وطعمها في منتهى اللذاذة. يلا نسمي بالرحمن وندخل نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة عندي حوالي 4 بصلات كبار. بشرتهم بالمبشرة كده، ترنشات رفيعة زي ما احنا شايفين. وكمان عندي حبتين من البطاطس وحبة جزر، وعندي فلفل اخضر بارد وحامي، وحبة واحدة من الطماطم مقطعاها برضو ترنشات كده. دي مكونات صينية الفراخ النهاردة عندي. هنعملها بخطواتها كلها مع بعض وزي ما احنا شايفين. في البداية كده هجيب البهارات اللي هتبل بيها البصل بتاعي. هضيف معلقة من الملح، وكمان هضيف معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وكمان هضيف نص معلقة كده من الهيل البودر، صغيرة طبعا. وابتدي بقى ادعك البصل بتاعي. لازم تلبسي جلوفز كده او بايدك تغسليها كويس وتنزلي بقى تدعكي البصل ده كويس جدا. الخطوة دي اهم خطوة في صينية الفراخ النهاردة. هنبتدي ندعكه كده لحد ما يطلع العصارة بتاعته كلها زي ما احنا شايفين. بقوتك بقى كده وتسمي بالله وتبتدي تعصري فيه كده عصر لحد ما يطلع كل الصوص اللي جواه او العصارة اللي فيه، علشان دي اللي بتنكه معاكي الفراخ. وكمان البهارات كده تتداخل مع بعضها مع البصل. كده انا دعكت البصل زي ما احنا شايفين. هبتدي بقى اجيب الصينية بتاعتي. الاول هجيب الفراخ انزل بيها كده على البصل. انا غسلها كويس جدا ونقعاها في محلول مية طبعا بملح ومعلقة من السكر والعصير ليمونة و3 معالق كده او معلقتين من الخل، وبسيبها فيها حوالي 10 دقايق ربع ساعة علشان تطلع معايا ريحتها زي الفل كده، وما تشميش فيها اي ريحة زفارة، بتبقى ريحتها ليمون تحفة. هنبتدي بقى نجيب الفراخ ندلكها كده ونعمل لها مساج بايدينا كده تحت الجلد وفوق الجلد، وناخد من البصل اللي احنا دعكناه كده بالبهارات ندخله تحت الجلد كده بتاع الاوراق والصدور علشان بتديلنا نكهة حلوة جدا. يفضل تعملي الخطوة دي قبل الطبخ بساعتين ولا حاجة، بتدي معاكي تست حلوة جدا للفراخ وبتتنكه وتتبل كأنك عاملة فراخ مشوية. انا في خطوة بعملها بحب اضيف بطاطس تحتها، يعني بجيب حبة بطاطس او حبتين. هي بتتعمل بالفراخ بس مع البصل، بس انا بضيف الخطوة دي او الاضافة دي البطاطس عشان لو حد حابب ياكل بطاطس بتبقى طعمها تحفة، واخدة من طعم النكهات كلها بتاع الفراخ والبصل. بعد البطاطس كده بضيف طبعا حبة جزر، وكمان بضيف الفلفل الحامي والبارد وشرايح من الطماطم زي ما احنا شايفين. اللهم بارك. الصينية بتتكلم عن نفسها زي ما احنا شايفين كده، شكلها تحفة. وهجيب بقى الفراخ اللي انا سبتها في التتبيلة كده حوالي ساعة، وابتدي انزل بيها على ارصها كده على البطاطس والخضار اللي عندي زي ما احنا شايفين بالشكل ده. واجيب بقى البصل احطه فوق وش الفراخ كده زي ما احنا شايفين. الصينية دي بتتاكل بكذا طريقة. ممكن تغمسيها بعيش بتبقى في منتهى اللذاذة، ممكن تاكليها مع الرز، رز حباية وحباية او رز بشعرية، بتبقى خطيرة جدا. وهي ألذ كمان مع الخبز، لانك بتغمسي العيش مع البصل المكرمل كده بتبقى تحفة جدا. انا رصيت الصينية بتاعتي بقى، وهجيب اي باقي من البصل كده لازم اجيبه بالبهارات بتاعته، انزل بيه كده على الفراخ بتاعتي زي ما احنا شايفين بلم كل حاجة لازم انزلها، ما ينفعش اسيب اي حاجة. وطبعا لو في جوانح او اي حاجة للفرخة بتحطيها علشان بتاخد من التست الحلو اللي احنا عاملينه في كل حاجة من البهارات، وبتبقى طعمها في منتهى اللذاذة. ظبطت الصينية بتاعتي
بالشكل ده. على فكرة يعني ممكن انت تحضري الصينية دي قبلها بليلة وتسيبيها على رف التلاجة بالشكل ده، هتاخد من التتبيلة وهتبقى روعة جدا وطعمها مميز علشان بتاخد من البهارات. وبتريحك بقى تاني يوم، تقومي يا دوب تحطيها على البوتاجاز لحد ما تستوي بالكامل، وبعد كده تخليها تحت الشواية تاخد لون. هنضيف بس كده حوالي نص كوباية من المية من جناب الصينية كده علشان تتبخر بقى وتسوي لي الفراخ وتطلع معايا زي المانجا كده في الاخر. ممكن كمان تعمليها بدون مية خالص، بس اثناء التسوية بتهدي عليها النار خالص شمعة وتسيبيها بقى اطول وقت، ممكن ساعة ونص ساعتين، تطلع معاكي زبدة. هرفعها على النار دلوقتي، انا بسويها فوق البوتاجاز من فوق، ما بخليهاش في الفرن. ممكن تدخليها الفرن بس هتاخد معاكي وقت اطول. انا بسويها وبنجز جدا في التسوية على البوتاجاز، واول ما بتاخد لون بدخلها تحت الشواية عشان تطلع معايا زي القمر كده، اللهم بارك. شايفين معايا ده لونها بعد ما اخدت لون تحت الشواية وكانت مستوية معايا زبدة كده، اللهم بارك. وطعمها وريحتها بقى مش قادرة اوصف لكم قلب الدنيا ازاي، كانت خطيرة وطعمها لذيذ ومنقذة جدا. تعمليها في اي وقت وانتي مستعجلة، ممكن تعمليها قبلها بيوم وتحضريها وتيجي على طول، لو عاملة او كده ومشغولة تلاقيها تحت ايدك، مش هتاخد منك يا دوب التسوية، وتقدميها لعيلتك بألف هنا وشفا زي ما احنا شايفين بالشكل القمر ده. اللهم بارك. من احلى الاكلات صينية الفراخ بالبصل المكرمل، وانا بضيف لها الاضافة اللي هي البطاطس. ممكن تحطي فيها كوسة، ممكن تحطي بسلة، بس مش هتبقى صينية بطاطس طبعا بالصلصة ولا حاجة، هي صينية فراخ بالبصل المكرمل. ألزم فيها البصل اللي بتاكليه واخد من طعم الفراخ وطعمه تحفة جدا. ولما بتطلعي معاها كده قطعة من البطاطس بتبقى كمان دايبة وفي منتهى اللذاذة، واخدة من كل الأطعمة والبهارات وطعم الفراخ وصوص الفراخ كمان، والدهون بتاعها مدية للبطاطس طعم خطير. جربي بقى الأكلة دي على ضمانتي، أنا متأكدة إنها تعجبك جدا. هناخد بس شوية كده من البصل اللي بنغمس بيه بقى مع الرز، بيبقى تحفة جدا وطعمه مسكر، مش قادرة أوصف لكم ازاي. ما شاء الله تبارك الرحمن. ده شكل الطبق بتاعي، قدمته مع الرز حباية وحباية زي ما احنا شايفين، متحمرة وريحتها تحفة وكمان مستوية واخر لذاذة. هنجيب بقى الشوكة كده ونشوف تسوية الفراخ معايا عاملة ازاي. الفراخ طبعا البطاطس زي ما احنا شايفين مستوية جدا دايبة، والفراخ كمان زي ما احنا شايفين برضو، اللهم بارك. شايفين معايا دايبة ذوبان زبدة كده، وطعم التوابل فيها كأنها مشوية وريحتها خطيرة. جربوا بقى صينية الفراخ بالبصل المكرمل بالطريقة دي، واعمليها في عزوماتك واعمليها في اوقات تكوني مستعجلة فيها وتحضريها قبلها بوقت، هتسعفك جدا وطعمها مميز ولذيذ. يا رب النهاردة يكون الفيديو نال اعجابكم، ولو عجبكم يا حبايبي ما تنسوش بقى تدعموني بلايك وكومنت حلو زيكم وشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.